عيد الأضحى المبارك مع منسوبي القوات المسلحة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في الحد الجنوبي بجيزان. وعقب الصلاة تبادل سمو ولي العهد وضباط وأفراد القوات المسلحة وقوات التحالف التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، ناقلا لهم تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقد تناول سمو وزير الدفاع وجبة إفطار عيد الأضحى المبارك مع الضباط والأفراد، كما ترأس سموه اجتماعا ناقش فيه مع قادة الوحدات الموقف العملياتي، ومن ثم قدم لسموه إيجازا عن الموقف الراهن في منطقة المسؤولية. حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبد الله القفاري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين.